وكالعادة قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان عاوزين نوصل 200 ألف مشترك. صلوا بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ. بتبدأ أحداث الفيلم يوم عيد الاستقلال في الهند واللي بيوافق 15 أغسطس. كل الناس بتبقى مبسوطة جدا لأن رئيس الوزراء بنفسه هيجي ويحضر، والأطفال كلها في الشوارع بتبيع أعلام الهند. في نفس الوقت ده بيتم الهجوم على رجل عجوز وهو داخل بيته من قبل 2 مقنعين، وبنيجي لغرفة التحكم التابعة لشرطة الهند اللي بيجي لهم اتصال من الراجل العجوز وهو بيستغيث لأن الاتنين اللي هجموا عليه في بيته سرقوا كل الفلوس والمجوهرات والدهب الموجود في البيت وهربوا. فبيطلب منه الشرطي انه يملي العنوان بتاعه وهو هيبعت له قوة على بيته في الحال. وبعد ما بيقفل معاه بيجي اتصال تاني من شخص بيبلغهم فيه ان تم سرقة فلوسه ومجوهراته. فبيفكر الشرطي ان هو نفس الشخص اللي كان بيتكلم من شوية، لكن الراجل ده بيقوله انه اول مرة يتصل. وبنعرف وقتها ان الاتنين المقنعين بيقتحموا البيوت وبيسرقوا كل الفلوس والمجوهرات اللي فيها وبيهربوا. وبيوصل للشرطة بلاغات كتير جدا ومن اماكن مختلفة، فبيتصلوا على المفتش المسؤول عن المنطقة وبيبلغوه بان 8 بيوت اتسرقوا لحد دلوقتي وتقريبا هم نفس الاشخاص. واثناء ما بيكلموا بيتم سرقة البيت التاسع، فبيتحرك المفتش بسرعة من مكانه والعصابة مش بتتوقف وبيكملوا سرقة. وبيوصل المفتش على بيت المجني عليهم وبيلاقي كلامهم عن العصابة واحد. بعدها بتتصل شرطية من غرفة التحكم على المفتشين المسؤولين عن المناطق اللي بتتسرق علشان يتحركوا على هناك. وبتفضل اعداد المنازل اللي بتتسرق في ازدياد ومحدش بيعرف يعمل حاجة لحد ما بيوصل عدد السطوة على المنازل ل 49 منزل. كل الشرطيين بيبقوا مصدومين ازاي حصل كده، والمفوض بيؤمر باجتماع عاجل لكل المفتشين علشان يحققوا في اللي بيحصل. والكل بيبقى رد فعل واحد وهو انهم كانوا مشغولين مع رئيس الوزراء في يوم الاستقلال والقوات كانت مشغولة معاهم. لكن لما وصلهم الاخبار بعتوا فرق على كل المناطق بس الوقت كان اتاخر. وبنعرف وقتها ان العصابه كانت عارفه هما بيعملوا ايه كويس وعارفين مكان الفلوس والمجوهرات فين بالظبط. كمان بيقول له ان كل اللي اتسرقوا الناس كبار في السن ومتقاعدين ومفيش ولا بيت فيهم عادي. والسرقه حصلت بسرعه كبيره لانهم عارفين المكان اللي فيه الفلوس والمجوهرات. فبيتصدم المفوض من اللي بيسمعه، خصوصا لما بيعرف منهم ان مفيش ولا بصمة يمشوا وراها. غير كده ان الكاميرات بتاعت المراقبة الموجودة عند البيوت تم اتلافها قبل السرقة فما يقدروش يلاقوا اي لقطات. فبيأمرهم المفوض انهم يتصلوا على المحققة جية علشان عاوزها. وبنيجي بعدها الاتنين قاعدين في مكان وبتدخل واحدة علشان تنظف لهم البيت. بعدها بيخبط جوز الست دي وهو سكران وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض قدامهم لحد ما بيخرج مجرم من الأوضة اسمه كاسي وبيتعصب عليهم بسبب الصوت اللي عاملينه. وفجأة بتظهر جيا وكاسي بيأمر رجالته انهم يخلصوا عليها، لكن هي بتبقى اسرع منهم وبتخلص عليهم. وقبل ما كاسي يتهور عليها بتقتله هو كمان لانها عارفة ان لو بلغت الشرطة عنه ومسكوه هيخرج بكفالة وهيكمل فساد في البلد. وبتؤمر الشرطي اللي شغال معاها انه يبلغ عن مقتل كاسي ويقول انه مات اثناء شجاره مع العصابات. في نفس الوقت بيجي اتصال لجيا بيعرفوها باللي حصل، فبتتحرك على مكتب المفوض وبتعرف منه التفاصيل اللي قدروا يوصلوا لها وبيطلب منها تشوف حل للقضيه في اسرع وقت لان شكلهم وحش جدا قدام الناس. وبتخرج جيا وهي بتفكر في كلام المفوض ان العصابه بتستهدف الناس الكبيره في السن. فبتبص في التقرير وبتعرف ان المنطقه اللي اتسرقت موجود فيها واحده تعرفها، فبتتصل عليها علشان تتاكد اذا كانت بخير لكن ما بتردش عليها. وبنشوف الست دي وهي مغمى عليها بسبب ان راسها مخبوطه في الحيطه وبتنزف. فبتتحرك جيا بسرعه وبتنقلها على المستشفى. وبيعرفوا ان نفس العصابه هي اللي عملت فيها كده. وبتبقى العصابة قدرت انها تسرق 50 بيت في اليوم ده. وبيخرج الدكتور وبيبلغ جيا ان وضعها الصحي بقى احسن، لكن دخلت في غيبوبة وما يقدرش يقولها دلوقتي هي ممكن تفوق بعد قد ايه. فبيطلب منها الشرطي انها تتصل على حفيدها شان علشان تعرفه باللي حصل. وبيبان على جيا انها بتتصل وهي متضايقه لانها مش حابه تكلمه. ولما بتتصل على مقر الجيش اللي شان فيه بيبلغوها انه نزل من نفسه بقاله كام ساعه. وبيستغرب الشرطي ازاي قدر يعرف باللي حصل لجدته وهم لسه عارفين دلوقتي. فبتقوله جيا انه ما يعرفوش بس كويس، وبتحكي له انها كانت بتطارد المجرم اخو كاسي لوحدها وقدر يحوطها برجالته. واحد منهم بيوقع من ايديها المسدس وبيبقوا عاوزين يخلصوا عليها، لكن شان بيتدخل وقتها وبيضربهم كلهم وبينقذها منهم وبيرجع لها كمان السلاح بتاعها. وبنعرف ان هما الاتنين بيحبوا بعض جدا
وبتروح جيا وعمها على بيته علشان يتعرفوا على بعض وشان يطلب ايديها، بس بيبان على عمها انه مش مرحب بالجوازة لان شان مش غني زي ما هو عاوز، وبيتكلم شان معاه ان هو وعيلته اغنياء بس بسمعتهم، وان ابوه واخد الميدالية الذهبية ووسام للشجاعة والبسالة وده عندهم يساوي كتير جدا. لكن عم جيا بيتريق عليه وبيسخر من الميدالية بتاعت ابوه، فبيتضايق شان وبيضربه بالقلم، وبتزعل جيا علشان عمها وبتطلب من شان انه يعتذر له، بس شان بيرفض وبيقول لها ان عمها غلط غلط كبير جدا وان واحد غيره كان زمانه خلص عليه، فبتقول له جيا انه لو ما اعتذرش من عمها هي مش هتشوفه مرة تانية ولا هينفع يتجوزوا، وبيفضل شان مصمم على قراره وبيرفض يعتذر لعمها، فبتاخده وبتمشي. فجدته بتحاول انها تتكلم معاه لانه بيحب جيا جدا، لكنه بيفضل مصمم لان ابوه اهم عنده من اي حد. وبنيجي للوقت الحاضر وبيبقى شان في البيت وبيشوف برواز ابوه مكسور والميداليه بتاعته مسروقه، وبتيجي جيا وبتقول له انها حاولت تكلمه علشان تقول له على اللي حصل وبتعرفه بحاله جدته الصحيه، لكن بتلاقي ان اللي هامم شان هي ميداليه ابوه اللي اتسرقت، وبيعرف منها انهم لسه ما وصلوش لنتيجه. فبيروح شان علشان يطمن على جدته وبيفتكر لما كان بيودعها وهو رايح الجيش، وبنعرف وقتها ان شان بيشتغل ضابط عسكري زي ابوه وجده، وبتساله جيا ازاي قدر يعرف اللي حصل لجدته قبلهم، فبيقول لها شان ان يوم عيد الاستقلال بيتصل بجدته الصبح بدري علشان يكلمها، لكن لما رن وهي ما ردتش عرف ان اكيد في حاجه ونزل، وبيقول لها شان انه هيبقى معاه في القضيه دي وهيوصلوا للمجرمين سوا. وبيتم القبض على كل اللي بيترددوا على المنطقه وبيبيعوا حاجات للناس اللي تمت عندهم السرقه على امل انهم يعرفوا اي حاجه تفيدهم في القضيه، لكن شان بيبقى شايف ان مش ده الطريق الصحيح. ولما بيخرج من المبنى بيلاقي شخص بيتخانق مع واحد من بتوع الامن علشان بيمنعه يستخدم الخوذه وهو بيسحب الفلوس من الصراف الآلي، لكن الشخص ده بيتضايق من كلام الحارس وبيضربه، والشان وجيا بيشوفوه، فبيتدخل شان وبيضرب الشخص ده وبياخده علشان يقوله ان في اكتر من جريمة في البلد مش عارفين يتصرفوا فيها، وان الحارس ده مش بيعمل حاجة غير انه بيشوف شغله مش اكتر، وبيطلب منه يروح يعتذر له. بعدها بيرجع لجيا وبيقول لها ان اللي عمل كده مش مجرم صغير، وبينزل الشرطي وبيقول لها ان المكالمات اللي عملوها المشتبه فيهم مفيش بينهم اي تطابق، فبيقول لها شان ان اللي عمل كده اكيد دخل جوه البيوت دي وعرف الاماكن دي كويس، وبيعمل اجتماع وبيكتب الحاجات اللي ممكن المسنين يحتاجوها ويشتروها من بره، وبيدخل واحد من الشرطيين وبيقول لجيا انه محتاج السباك ضروري ومحدش بيرد عليه، فبتقول له جيا انه ممكن يتصل على خدمة طلب المساعدة وهم هيبعتوا السباك على طول، وده لان البيانات بتاعتهم متسجلة عندهم فهيستجيبوا على طول للطلب. وبتتكلم جيا ان الخدمة دي متوفر فيها كل حاجة زي موزع الانابيب والسباك والكهربائي، فبيتنبه شان للكلام بتاعهم وبيسمع واحدة من الشرطيين بتقول ان المفوض بيحتاجهم علشان يصلحوا التكييف والنت كمان لما بيفصل، فبيقول لهم شان انهم نسيوا يضيفوا الناس دي من ضمن الناس اللي بيترددوا على البيوت، وبيعرف من جيا كل المعلومات عنهم وبيطلب منها يروحوا مع بعض على هناك، وبيقابلوا المديرة الخاصة بالشركة وبيعرفوها بالجرائم اللي حصلت، فبتستغرب المديرة لان شركتها ملهاش علاقة باللي بيحصل ده، فبيقول لها شان ان معاه ارقام الناس اللي اتسرقت وبيسألها اذا كان يبان عندهم لو كانوا تواصلوا معاهم ولا لا، فبتقول له المديرة ان كل حاجة بتتسجل على النظام بتاعهم وان اكيد لو تواصلوا معاهم هيبقى متسجل، وبيخرجوا مع بعض وبيسجلوا اول رقم على الجهاز وبيلاقوا ان فعلا اتواصلوا مع الشركة بتاعتهم، وبيظهر اسم ماري ورقم التليفون اللي تم التواصل عليه، ولما بيكتبوا الرقم التاني بيظهر لهم نفس الاسم ورقم التليفون، فبتستغرب المديرة جدا لان المهنة مختلفة بين الاتنين ومع ذلك هو نفس الشخص اللي تواصل معاهم، ولما بيكملوا باقي الارقام بيتفاجئوا ان الارقام كلها تم التواصل معاها من خلال رقم ماري بنفس رقم التليفون، فبيقول شان ان كده المشكلة من عندهم وبيطلب يقابل المسؤولين عن نظام الشركة. في نفس الوقت بيبقوا بعتوا قوة على بيت ماري علشان يجيبوه، لكن بيتصدموا ان ماري ده شخص ميت وبيكلموا شان وبيعرفوه، فبيطلب منهم يجيبوا مراته علشان يستجوبوها، وبيروح شان وجيا علشان يستجوبوا مرات ماري، وبيتصدموا لما بيعرفوا ان ماري مات من سنتين وعمره ما اشتغل في شركة خاصة وان طول عمره بيشتغل تبع البلدية، فبيطلب شان انهم يطلقوا صراحة من الاسم وبيقعد يفكر في الكلام اللي هي قالته، وبتقعد جيا وبتقول له انهم لقوا متسجل 413 بيت اتعمل فيهم صيانة باسم ماري،
واللي عرفوا ان 50 بيت بس هم اللي بيسكن فيهم كبار السن وهم دول اللي تمت سرقتهم. فبيخمن شان ان في حد اخترق النظام بتاع الشركة وبيأمر بالقبض على مهندس البرمجيات ورئيس قاعدة البيانات، وبيطلب منها قبل ما تستجوبهم تضربهم علشان ينفذوا اللي هينطلب منهم. وبيكتشفوا وقتها ان النظام بتاعهم فعلا اخترق من قبل شخص مجهول مش قادرين يعرفوا هو مين. وبيدخل شان وبيطلب من جيا انها تطلق سراحهم. في نفس الوقت بيتصل الشخص اللي عامل كل ده على المفوض، بيقوله ان هو اللي عمل كل ده ومحدش هيقدر يوصل له ابدا. بيتصدم المفوض لما بيلاقي الشخص ده عارف كل حاجة بتحصل عندهم، وبنعرف ان الشخص ده مخترق كاميرات المركز وبيراقب الكل وهو في مكانه. فبيراجعوا بعدها التسجيلات بتاعت المكالمة، وبيقدر شان يعرف ان اللي كان بيتكلم كان مسجل مش بني ادم، وبيعرف ان الصوت متغير من خلال برنامج مش الصوت الاصلي. كمان بيفتكر ان الشرطية قالت ان المفوض جاب ناس لصيانة التكييف والنت قبل كده، فبيعرف ان تم اختراق الكاميرات من قبل المجرم ده برضه. وبيطلب من المفوض انه يطلع في مؤتمر صحفي يعلن انه قرب جدا يمسك المجرم. بعدها بيقول له شان ان المجرم هيتصل عليه دلوقتي، وفعلا بيطلع كلامه صح. وبيبقى شان بيسمع المكالمة وبيسجلها علشان يقدر يحدد المكان، لكن الشخص ده بيبقى اذكى من شان وبيقول للمفوض على كل اللي بيعملوه. وبيتكلم المجرم مع شان وبيقول له انه هيساعده، وبيبعت له احداثيات مكانه وبيسيب له من خلال الرقم الخاص بيه واللي هو 00100. فبيتوجهوا كلهم على المكان وبيلاقوا فعلا مكانه، لكن كل الاجهزه متدمره والحيطان كلها مكتوب عليها 00100 لكن بطريقه مختلفه حبتين. وبيرجع شان وبيعمل اجتماع للكبار وبيقول لهم انه عمل فحص للمنازل اللي فيها كبار السن واكتشف انهم 108، يعني كده البيوت اللي عليها الدور 58 بيت. وبيحدد الوقت اللي ممكن يحصل فيه الجريمة يوم 23 لما رئيس الوزراء يجي مرة تانية. وبيقول لهم ان من خلال المكالمة التانية قدر يعرف ان الرقم اللي المجرم بيستخدمه هو عبارة عن رمز لملكة الشطرنج مش رقم. وده بيأكد ان المجرم واحدة ست بس ذكية جدا، وهي اللي بتوجه الاتنين اللي سرقوا البيوت. كمان بيقول لهم انها ما كانتش ذكية بالقدر الكافي، لانها نسيت البصمة بتاعتها على الجهاز وفكرت انه هيتمسح. بعدها بنيجي للبنت اللي بيتكلموا عليها دي وهي رايحة شغلها، وبنعرف ان اسمها ليلى، وبتشتغل مدربة شطرنج في الأكاديمية الخاصة بالشطرنج. وبتدخل ليلى وبتقابل مايا الطفلة من اللي بتدربهم وبتلعب معاها، وبيبقى أبوها جنيش قاعد معاهم، وبنعرف إنه قائد تفكيك متفجرات وعايش مع أمه وبنته. وبيتكلم مع ليلى إنه متعلق بأمها وبيحبها جدا، وبيخاف تسمع اي خبر وحش لانها هتموت. فبتفتكر ليلى حياتها وهي صغيره مع امها وقد ايه كانت حنينه عليها، وهي اللي علمتها ان الملك ما ينفعش يكسب الا بوجود الملكه جنبه. لكن في يوم دخل ابوها عليهم واتعامل مع امها بطريقه وحشه جدا، فليلى خبطته بالطبق في دماغه ودخل جاب الحزام علشان يضربها، لكن امها حمتها واخدت كل الضرب مكانها. ولما صحيوا تاني يوم ليلى لقت امها ميته جنبها وبتبقى مش عارفة ايه السبب، وبتقعد حزينة جدا علشانها. وبيدخل ابوها ومراته عليها البيت واخواتها الاتنين الصبيان. مرات ابوها بتكسر صورة امها وبتخوفها علشان ما تتكلمش، وبتقعدها طول اليوم من غير اكل وبتفضل تاكل في عيالها، لحد ما في يوم بتسمع ليلى ابوها ومراته وهما بيتكلموا ان هما اللي قتلوا امها وهي نايمة، ولازم يخلصوا على ليلى هي كمان لان مراته مش بتحبها. فليلى بتتصدم وبتقرر تنتقم منهم، وبتفرغ الاناء اللي فيه المية وبتقطع سلك الكهرباء وبتحطه في المية على الارض، والمية اول ما بتوصل لهم بتكهربهم وبيموتوا. ومن وقتها وهي عايشة مع اخواتها وبيسمعوا كلامها في كل حاجة. وبنيجي ليلى حاليا وهي قاعدة مع اخواتها بابو وبالو، وبنعرف انها بتخطط لسرقة ال 58 بيت اللي فاضلين، وبتطلب من اخواتها ما يرتكبوش اي خطأ. بعدها بنيجي لشان اللي بيعتذر لعم جيا علشان بيحبها، وبيقوله انه كان غلط لما عمل معاه كده. وبيجي اليوم اللي هتتم فيه السرقة، وبيحط شان الشرطيين جوه البيوت علشان يتمكنوا من القبض عليهم. والمفوض بيكلم جيا وبيطلب منها ما يحصلش اي خطأ علشان شكلهم قدام الناس. بعدها بنعرف ان شان ركب كاميرات محدش يعرف عنها حاجة عشان لما ليلى تشفر الكاميرات الأساسية هم يعرفوا يتصرفوا. وبيقدر شان يحدد أول بيت هم هيبتدوا من عنده من خلال تاريخ اليوم. وبيبقى بابو وبالو في طريقهم على أول بيت، وبتروح ليلى على شغلها وبتعرف إن مرات ماري اتقبض عليها تاني.
فبتفهم ان هما كده اتكشفوا والشرطة موجودة جوه البيت مش بره، وبتتصل بسرعة على اخواتها علشان تلحقهم قبل ما يدخلوا البيت، وبيردوا على اخر لحظة وبتطلب منهم يرجعوا بسرعة ويرموا الاسلحة اللي معاهم، فبينفذوا كلامها وبيرموا الاسلحة في السلة وبيرجعوا قبل ما يظهروا في الكاميرا، لكن بيتم القبض عليهم بتهمة سرقة الموتوسيكل اللي معاهم، وليلى مش بتقدر توصل لهم بعدها. في نفس الوقت شان بيجتمع مع اعضاء مجلس ادارة شركة اطلب المساعدة، وبيقول لهم ان بسبب اهمالهم النظام بتاعهم ما تحدثش من 2015، وهم دلوقتي المسؤولين عن اختراق النظام بتاعهم. وبيرجع تاني على مراقبة الكاميرات وبيقول ان اكيد في حاجة حصلت، وبيعرف ان جدته فائت فبيروح لها، وبيعرف منها ان اللي حصل ده بسبب انها ترجتهم يسيبوا الميدالية وهم رفضوا. بعدها بينزل هو وجيا وبيلاقوا شخص بيقول ان الموتوسيكل بتاعه اتسرق، فبيراجعوا الكاميرات وبيعرفوا مين اللي عمل كده وبياخدوا رقم الموتوسيكل. وبيتصل شان على العربية والتوك توك اللي طلعوا بعد الموتوسيكل على طول، وبيقول له سواق التوك توك ان الموتوسيكل قدامه وبيبعت الشرطة تقبض عليه. وبيفضل شان يضرب فيهم وبيسمع من الشرطي ان كل السرقة اللي بتحصل بتبقى بموتوسيكلات مسروقة، فبيطلب من جيا انها تجمع كل التقارير اللي اتعملت عن سرقة الموتوسيكلات وبسرعة. وفعلا بيجمعوا كل اللي اتمسكوا ومن ضمنهم بالو وبابو. بيحقق شان مع الكل لكن مش بيوصل لحاجة، واثناء ما بيغسل وشه بيفتكر الشرطي وهو بيقول انهم محتاجين سباك، فبيروح وبيقف قدامهم وبيقول لهم ان اللي فيهم سباك شاطر هيتم مسح اسمه من القضية. فبيقوم بابو وبالو وبيصلحوا السباكة المطلوبة، وبيطلب شان انه يعرف كل حاجة عنهم. وبعد ما بيجمعوا المعلومات بيعرف شان انهم مسجلين وبيسرقوا من وهم صغيرين، وليهم اخت اكبر منهم اسمها ليلى وبتشتغل في اكاديمية شطرنج مدربة. فبيتأكد شان ساعتها ان هم دول المجرمين اللي اقتحموا البيوت. كمان بيتأكد اكتر لما بيفتكر كلام حارس الامن اللي قال ان يوم الاستقلال في 2 لابسين خوذة سرقوا الصراف الآلي، ولما بيبحث عنهم بيتأكد ان هم اللي عملوا كده وتم القبض عليهم. بعدها بيروح شان يقابل ليلى وبيلعب معاها دور شطرنج وبيقدر انه يكسبها، وبيقول لها ان الغرور اللي هي فيه هو اللي خلاها تخسر وبيسيبها وبيمشي. فبتتصل جي عليه وبيبقى شان حاطط مسجل في هدومه علشان يسجل اعترافها لان مفيش دليل ضدها. وبتطلع ليلى وراه وبتاخد منه المايك وبترميه وبتقوله ان هي اللي عملت كل ده، لكن مش هيقدر يثبت عليها حاجة، وان اخواتها عمرهم ما هيتكلموا ضدها او يقولوا اسمها في حاجة، وبتسيبه وبتمشي. وبتكون جيا سامعة كل اللي بيحصل وبترفض تنتظر، وبتدخل تضرب في بابو وبالو لحد ما بتقول لهم انها محتاجة منهم يعترفوا على اختهم بان هي اللي طلبت منهم يعملوا كده. فبيتحولوا هما الاتنين وبيضربوا جيا بالسكينة في بطنها، وبيدخل الشرطيين وبيفضلوا يضربوا فيهم بالسكاكين، وجزء منهم كبير بيموت لحد ما بيجي الدور على واحد من الشرطيين. بتطلع جيا السلاح وبتضرب بابو، وقبل ما بالو يهجم عليها بتضربه هو كمان بالنار. فبيفتكر بالو لما ليلى قالت له ان لو حد سأل على اسمها يعملوا كده، وطمنته انهم مش هيموتوا لانهم محتاجين منهم معلومات. بعدها بتقع جيا وبيغمى عليها وبتتنقل للمستشفى، وبيروح لها شان وهو متضايق وبيقول لها ان كل اللي حصل بسبب انها مش بتسمع كلامه. فبتعتذر جيا على اللي حصل، وبيوصلوا خبر ان ليلى سابت الشقه وهربت. وبالليل بتتصل ليلى عليه وبتقول له ان لو ما كانش اخواتها سرقوا الميداليه بتاعت ابوه ما كانش اتدخل في القضيه دي، ودي غلطه منهم. وبتقول له كمان ان الموضوع ما خلصش وبتطلب منه ياخد باله. في نفس الوقت بيهجم عليه واحد بسكينه والشام بيتفاداها على اخر لحظه، وبينزل وبيلاقي مجموعه مجرمين بيتجمعوا حواليه من كل مكان. وبنعرف ان ليلى راحت لاخو كاسي واتفقت معاه انه يقتل شان علشان ينتقم من جيا. بعدها بتقول ليلى لشان انها عارفة انه هيقدر يخلص عليهم، لكن جيا هي اللي هتموت في نفس الوقت على ايديها في المستشفى. وبيفضل شان يضرب فيهم كلهم وبيحاول يتصل على جيا لكن مش بترد، وبيتصل على الشرطي اللي بيراقب الغرفة لكن بيبقى نايم، فبيتصل على المستشفى. واول ما بيردوا التليفون بيقع من ايده، وبياخده قبل ما الممرضة تقفل السكة، وبيطلب منها تديله الشرطي اللي بيراقب الغرفة، وبيكلمه وبيطلب منه طلب. بعدها بيرجع الشرطي على باب الأوضة بسرعة، وليلى بتتنكر في لبس دكتورة وبتدخل، لكنها بتتصدم ان الغرفة مش هي. وبنعرف ان شان طلب من الشرطي انه يقف على باب غرفة تانية بسرعة. وبيتصل شان على ليلى وبيقول لها ان المستشفى مليانة شرطيين والاحسن انها تهرب، وبيقول لها ان قدامها 24 ساعة تهرب فيهم منه والا هيقبض عليها. بعدها بتقف ليلى تفكر هي هتعمل ايه، وتاني يوم بتموت ام جنيش وبتروح علشان تعزي،
ولما بتسمع ان المفوض وصل بتاخد مايا وبتطلع على سطح البيت، وبيجي فيديو للمفوض اول ما بيشوفه بيتصدم، والشرطة بتملى المكان وبيطلعوا علشان يقبضوا على ليلى ومعاهم شان. وبيقول للشرطيين انهم ينزلوا على اوضة مايا هيلاقوا في الشنط الفلوس والمجوهرات المسروقة. بعدها بيعرف ليلى انها خلاص خسرت وان البصمة بتاعتها اتطبقت معاهم والتهمة بقت ثابتة عليها، فبترفض ليلى الخسارة وبتنط من على السطوح، لكن بيبقى شان عامل حسابه وموقف رجالته تحت بشبكة الانقاذ وبيمسكوها، وبيقول لها شان ان هو بيحب الحمام زي ابوه، وعلشان ياخد باله منه حط كاميرا عنده، ولسوء حظها راحت دفنت الميدالية بتاعت ابوه هناك والكاميرا صورتها. بعدها بيأمر الشرطيين انهم يقبضوا عليها، وقبل ما تمشي بتعتذر لجنيش، وبنعرف وقتها ان ليلى هي اللي كانت السبب في موت امه. وبعد ما بيرجع شان على بيته بيجهز نفسه علشان يروح الجيش، فالنور بيقطع وليلى بتتصل عليه وبتقول له ان اللعبة لسه ما خلصتش وانها لسه بتبتدي. وبس كده، دي كانت كل حاجة معانا النهاردة. ما تنساش اللايك والشير، والسلام.